تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وجعل أيامنا كلها أيام أعياد ومسرات وفرحة إن شاء الله، وصحة عيدكم. يعجلوا عيد على الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله، والجزائر بخير إن شاء الله، ويعجلوا عيد على الجزائر كافة بخير، وعيد مبارك وكل عام وهم بخير إن شاء الله والجزائر بخير. ويتقبل منا إن شاء الله الصيام والصلاة والقيام. وقبل كل شيء أتمنى إن شاء الله عيد المبارك، عيد الفطر إن شاء الله مبارك لكل الأمة العربية وكل الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى كل الشعوب العربية خاصة الشعب الجزائري إن شاء الله. أقدم تهانينا القلبية للجميع، لكل المجتمع الجزائري، أبناء الجزائر الحبيبة، وأخص بالذكر ولاية الواد، وأخص بالذكر الولاية المنتدبة بدائرة المهير الجامعة، ونتمنى للجميع قضاء أيام العيد الفطر المبارك. أيضا نتمنى بهذه المناسبة وندعو الله تعالى لوطننا الحبيب في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها، الظروف الأمنية والاقتصادية، نتمنى له الاستقرار والاستقرار ثم الاستقرار. الحمد لله، يعني فوتنا شهر رمضان بروحانياته بسهراته بأشياء العظيمة، وهنا نحن نستقبل يعني شهر العيد بهذه المناسبة العظيمة. أيضا أتقدم باسمي الخاص وباسم الجمعية وباسم كل الشعب جامعة بأجمل التهاني وأحر الأماني لكل الشعب الجزائري بصفة خاصة وللأمة الإسلامية بصفة عامة. وربي على كل حال يزود لكم في حسناتكم، وعلى كل حالكم تممتوا السنة تاعكم والفرض تاعكم، يعطيكم ألف صحة حتى كانت شيء معاناة، وعيدكم مبروك وكل سنة وأنتم بخير. تحيات وأشواقنا لكل مواطن جزائري وكل فرد صوفي بالخصوص، وكل مواطن جزائري بالاستقرار والأمن وبمساعدة الناس. أهنئ جميع المواطنين وجميع الجزائريين بعيد الفطر، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، ونطلب الصحة لكل جميع الجزائريين والجزائريات. تحياتي للشروق نيوز، كل المسؤولين، كل الشباب المنانعة، نقول لهم رمضانكم مبروك وصحة عيد.